السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من النادي السوري لطيور الزينة. طبعا اعتمدنا أول شيء أو عن جديد عفوا اعتمدنا أنه الأسئلة الأكثر طرحا بالنادي بنضطر نعمل لها فيديو وبنثبت الفيديو على الصفحة الرسمية اللي بتمنى منكم دعمها. يعني أنا بستغرب الصفحة اليوم 100 عفوا 1070 وأعداد أبناء النادي بالجروب 5000 6000 عضو. بتمنى منكم الدعم، بتمنى منكم الدعم وبحياتكم ما خجلتونا وبحياتكم ما أكسبتونا. اليوم راح نحكي عن أكثر سؤال أو مو من أكتر من أهم الأسئلة اللي انطرحت بخصوص الأنثى الكنار الحاضنة والقلق اللي بيصيب الهاوي الجديد أو المربي الجديد أو حتى القديم أحيانا. راح نحكي عن حالة اسمها حالة القلق. أول شغلة هالسحنة هي أول مرة بتطلع، ولو ما أول بشر ما بتطلع. بس إذا ما طلع لها اليوم هيعمل لنا قصة. وبوجه تحية أول شيء لقائد النادي واحد واحد، وبشكرنا على جهوده المبذولة. بشكر أعضاء النادي اللي هن 6000 عضو تقريبا 7000 عضو على صبرهم علينا وعلى مشاركتهم بنجاح النادي. بوجه لهم تحية من هون ومن هنيك ومن كل مكان. هنحكي عن حالة اليوم اسمها حالة الإرهاق لدى الأنثى المنتجة. خلونا نعتمد هذا الموضوع ونركز فيه بالأول. الإرهاق عند الأنثى المنتجة في منظر بيصير، انتبهوا. هذا المنظر تمام، عند فوق المنقار، تحت المنقار، احيانا صلع بالراس. هذا ما اسمه نقص كلس، هذا اسمه ارهاق. وهذا المنقار، هذا المنقار بهالشكل، هذا اسمه زيادة كلس. هذا البطن اذا واضح معنا بالصورة كيف عامل طبقة مثل كأنه محروق حرق، كأنه محروق حرق. هذا من الحضن، انتبهتوا؟ التجعيدة هي وكأنه في بتحس انه بين الجلد واللحم في مي، ما في اي خطورة. هذا من الحضن ما في اي شيء. بنرجع بنعيد. هذا الارهاق، هذا الريش الهارر حول المنقار من هون، كله طبيعي ما في اي قلق ابدا ابدا ابدا. القلق لما ما بتكون حاضنه هي الانثى، انه ما بتكون حاضنه، ايه هون بقى الواحد بخاف. فلذلك انا قلت انه ركزوا على موضوع الانثى المنتجه، ثلاث بطون، بطنين وفوق خلينا نقول. اذا لاحظنا عليها هي الظواهر ما في اي قلق ابدا ابدا ابدا. وعلى طول بنقول يعني انا من اللي بيسالوا كمان، انا ما كثير عندي هالخبره من اللي بيسالوا. فلما بطرح السؤال بحب اذكر الخروج، خروج الطير كيف مثلا، اسهال لا ما في اسهال كذا كذا، مشان اللي بده يساعد يكون جاهز للمساعده وللتشخيص بشكل عام. بنشوفكم بفيديو جديد ان شاء الله. طبعا عفوا نسيت انا انوه عن شغله، انه هذا الموضوع، هذا الموضوع اللي ذكرته هو الارهاق ما في اي له اي علاج حاليا. هلا انا ما في عندي اي علاج. هلا هي الانثى هذا البطن الرابع لها، خلص انتهى عندي، ما بقى في. هلا بقلشها بدخلها بمرحله تبديل الريش للموسم الجاي. بس قلشت او تبدل ريشها وطلع ريش جديد، هذا لحاله بيتسكر ولا كانه في شيء. ومن هون لوقتها بنشوفكم في فيديو جديد من النادي السوري ان شاء الله. ومثل ما قلنا لكم الاسئله اللي حتكون اكثر اكثر عرض، انه سؤال متكرر كذا مره، راح نعمل له فيديو خاص ونصنفه بالصفحه الرسميه للنادي السوري لطيور الزينه على الفيسبوك. بتشكر متابعتكم وصبركم علينا، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.